الأحباب المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضيفنا في هذه الحلقة وكل الحلقات في برنامجكم الجميل نفحات الريان الشيخ والعلامة مصطفى مختار محمد، من مواليد مدينة قريضة التي تقع في ولاية جنوب دارفور. درس الخلوة مع والده في قريضة، ثم انتقل إلى مدينة كاس. درس المرحلة المتوسطة وواصل دراسته الدينية مع الشيخ بشر رحمه الله من عام 1976 إلى سنة 2000. ثم درس الشيخ اللغة العربية مع الشيخ عمر عبد الله تور بكاس. نسمى الحديث مع الدكتور محمد الخامس بنيالة في خلوة الشيخ موسى عبد الله حسين. وبعدها عمل الشيخ بالتجارة وكان من تجار القطاع ثم تجارة المواشي، وهو صاحب المكتبة الشهيرة مكتبة المختار جوار البنك الزراعي بسوق كاس. كان الشيخ يدرس الفقه في حلقات مختلفة بكاس ونيالة. الآن الشيخ خطيب ومحاضر بالمساجد، ويقدم المحاضرات والندوات بالمساجد والأحياء بكاس ونيالة، وهو شخصية محبوبة لدى الجميع وخاصة الشباب. يعتبرونه بأنه الشخصية الأبرز من الدعاة والأئمة ودعاة الحق، وهو صاحب قضية إسلامية وقيور على دينه ووطنه ومحبا لشعبه. حفظ الله شيخنا العلامة مصطفى مختار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الإخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم عليكم، وربنا يتقبل منكم الصيام إن شاء الله. ونحن في نفحات هذا الشهر الفضيل، وأتينا لكم ببرنامجكم الجميل نفحات الريان الموسم الرابع. أهلا وسهلا بكم، وشكرا جزيلا على هذه المتابعة، وسعداء جدا أن يكون معنا داخل هذا المكان الجميل البقعة الطاهرة مسجد كاس العتيق مولانا الشيخ والعلامة مصطفى مختار. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا كيف حالك؟ نعم الحال والله. ربنا يتقبل منا الصيام إن شاء الله. اللهم آمين يا أخوان، أنت إن شاء الله معنا. ونرحب بك لأول مرة، يعني ضيف عزيز علينا. بارك الله فيك. وفي برنامج نفحات الريان. جزاكم الله خير حسان. ماذا قائل أنت للمشاهدين؟ نقول لهم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. في البداية نشكر إخواننا في قناة ريان. نعم. بكاس والسودان ممكن لها العالم أجمع، نرحب بهم جميعا. نعم. ونقول لكم أهلا وسهلا في برنامجكم الديني، في برامجكم المهتم بالإسلام. نسأل الله ربنا يعني يوسع لكم في هذه القناة، حتى يعني قناة بتاعكم يعم كل أرجاء البلاد، حتى يستفيد منكم إن شاء الله. إن شاء الله المسلمون وغيرهم إن شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله. شيخنا العلامة، يعني هذه الحلقة الأولى. نعم. وحنتكلم عن نعم كيف استقبال نعم شهر رمضان. نعم. دايرين نقاط بسيطة إنه كيف نستقبل شهر رمضان في نعم. والله نحن الحمد لله يعني كنا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أمة خيرية. الله سبحانه وتعالى فرض لنا رمضان كما فرض الذين من قبلنا. نعم. ولذلك يعني نبينا عليه الصلاة والسلام وضح لنا كيف الإنسان يستقبل شهر رمضان. نعم. يستقبله أولا بسرور وبشاشة، يعني دون كآبة. نعم. يعني واحد ما يكون هو منزعج من دخول رمضان. نعم. سواء كان في الوقت الحار أو الوقت الغير المناسب. نعم. فهو يستقبل شهر رمضان بكليته. نعم. وبدواخله وبشجونه. الله سبحانه وتعالى يعني يصيبه الثواب الجزيل، لأنه تقبل فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى. نعم.
بنية صادقة. أكيد. إن نعم. شاء الله ربنا يتقبل منا. إن شاء الله. شيخنا العلامة، يعني في بداية حوارنا نعم. لابد أن تكون هنالك نية لاستقبال هذا الشهر الكريم. نعم نعم نعم. حدثنا عن ذلك. نعم، حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا جزء من الحديث. نعم. معناه هو إنما هو من أداة حصر بتحصر كل الأعمال. أي عمل الإنسان أراد أن يعمله لابد أن يكون فيه نية. نعم. إذا لم يكن فيه نية فالعمل بيكون غير صحيح. أكيد. بالتالي بذات العبادات يعني حتى الصوم حيكون فيه نية. على سبيل المثال، إذا إنسان يعني من أصبح الصباح ما نام، بل نام ولكن ما تناول شيئا من الطعام ولا الشراب. نعم. لغاية ما غربت الشمس هو صح النوم وقال والله من مبارك لا أكلت ولا شربت والآن خلاص يبقى لي الصيام، كل الصيام. قال ما يكون ذلك لأنه فقد النية. نعم. لا بد من يعني النية دين، وسواء كان الصوم فرضا أو نفلا. يعني بالفرض لي رمضان. نعم. وكفارات وغير ذلك. أكيد. والنفل كمان اللي هي التطوع لابد أن يكون في نية سابقة يعني. إن شاء الله. وحتى يكون سابق الفجر قبل السحور. أي قبل السحور. والسحور ذاته ممكن يكون نية؟ أي سحور ممكن يكون نية. إذا كان أنا مثلا قمت يعني سحرت. نعم. ومن غير مثلا يعني أنوي مثلا للصيام ذاته، مو الناس اللي بيصحوني قال لي قم. نعم. والسحر. أيوة نعم. وسحرت معهم. نعم. ومشيت صليت وجيت. هل ممكن يكون بنية؟ أي نعم. الفقهاء يقولون هنالك يقول لك يعني شيء موجود يسمى نية حكمية. نعم. يعني إنسان بس خلاص هو قام يسحر وأكيد يلبس طبعا للصيام يعني خلاص قالوا السحور خلاص بمعنى أنه يكفي أن الإنسان هو نوى الصوم. ربما في بعض العلماء يقولوا أن هنالك يعني عبارة عن ليس بنية إنما يعني عادات وتقاليد، يعني اللي لقينا الناس قاموا وقمنا معهم، عادات وتقاليد. أي لكن حتى كان إذا كان في البلد عادة السحور عادة. نعم. لا يكون صيام. أيوة. أما إذا كان في البلد أنه السحور ده أصلا مرتبط برمضان، بصيام رمضان أو غير رمضان خلاص هو النية يعني. وحتى النية ده يا إخواننا عند الفقهاء ماشي ملفوظ وإنما ماشي في الضمير قصد فقط. نعم. قصد فقط. بالتأكيد. نعم. خلال شهر رمضان أيضا يعني لابد للإنسان يبتعد من المكروهات. نعم. وأيضا يبتعد من كل حاجة بيدخل بصيامه خلال هذا الشهر. نعم. حدثنا عن ذلك. هو فعلا المسلم ده يجب عليه يحترز عن المحرمات والمكروهات في كل شهر من الشهور. نعم. بالذات في رمضان. نعم. لأنه عبادة يعني يستفيد منه الإنسان، وعبادة هو بتجي في السنة مرة، وبالتالي الشهر معظم من الله سبحانه وتعالى. نعم. في أنزل القرآن. بالتالي أنه الإنسان بالذات هو يحترس يعني من الممنوعات في كل الأشهر وبالأخص في رمضان. يعني بعد الناس كثير الناس واحد يضيع وقته في أنه بألعاب دالة يا كشتينة يا كمان يعني خلاص هو مع الفضائيات مع التلفونات. وتلقينا الشهر ده أخونا شهر مبارك يعني. وكل أيام معدودات. أيوة أيام لا شك أيام معدودات يعني. نعم. أيام قلائل. نعم. فلذلك الإنسان ممكن يتجرد من كل ما كان يفعله فيه ويفرغ نفسه فقط لهذا الشهر الكريم، لأن الأجور فيه كثير إن شاء الله، وخاصة اللسان. نعم. يعني كثير من الناس. نعم. في رمضان يعني بيرميم لسانه. يا سلام. والناس بتقول إنه اللسان إذا نعم. صنته صانك. لا شك. أكيد. فخلال هذا الشهر. نعم. يعني كيف إنه نصون لساننا؟ والله نعم. هو يقولنا الصوم أصل إمساك، وليس إمساك عن الطعام والشراب فحسب. نعم. بل الإمساك عن كل المعذورات. الإنسان يمسك عن الأكل والشراب، يمسك عن اللسان، يمسك عن كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، فيكون سام الإنسان نفسه وجوارحه. اللسان يعني يكون صائم من أنه ما يجرح أو يدخل في أعراض الناس. نعم. اليدان يعني يكون صائمان لما يعني يتجرأ في أنه يخدش حق الناس، كذلك الرجلان كذلك هكذا. البطن وغير ذلك، فأن الإنسان يكون صائم بكليته، يكون صائم صيام كامل لله عز وجل.
أي من لم يدع طعام، يعني الحديث يقول يعني إذا الإنسان بس فقط يعني هو بس اعتمد على الأكل والشراب وغير ذلك فليس لله حيزا في صيامه. نعم. فلازم الإنسان صيامه يكون صيام يعني كامل متكامل بحيث أنه يقبل منه، يعني بس ما يكون بس فقط القيل بس عطشان وجيعان وتعبان، لا، هو يعني يصوم صيام يعني بكل جوارحه. الله يتقبل منه يعني إن شاء الله. نعم إن شاء الله ربنا يتقبل منا اللهم إن شاء الله الصيام جميعا. نعم. شيخنا شيخ مصطفى، نعم. يعني خلال شهر رمضان نعم صلاة التراويح، يا سلام، وهي يمكن تكون راحة للنفس لا شك. لا بد للمسلمين نعم في هذه اللحظات انه يواظبوا على صلاة التراويح. نعم حدثنا عن ذلك. فعلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. العلماء قالوا قيام رمضان اللي هو التراويح، والتراويح اهتم به المسلمون من قبل، كان الصحابة يهتمون به اهتمام شديد، منهم من صلى 20 ركعة والشفع ركعتين والوتر ركعة. نعم. أصبح 23 ركعة، في من صلى 36 ركعة، في من صلى وصلوا. المهم الإنسان يهتم بهذه التراويح، أي لأنه هو سموه تراويح ذاته، يعني ترويح للناس. أيوة ترويح للناس، وبالتالي يعني في أجر عظيم، يعني سموه قيام رمضان. نعم. يعني الإنسان يعني ما في هذه الأيام يعني ما يكسل عنه. نعم. فمن الحاجات اللي الإنسان ما يضيعه، أكيد مهم جدا يعني. إن شاء الله. نعم. ربنا يقدرنا على قيام هذا الشهر. إن شاء الله إن شاء الله. شيخنا العلامة، يعني شهر رمضان نعم. أوله رحمة. نعم. ووسطه نعم. مغفرة. نعم. وآخره نعم. عتق من النار. نعم. في هذه الحلقة نعم نتكلم عن هذه الرحمة نعم في شهر رمضان. وفعلا أكيد أنه حديث، يعني حديث صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة. نعم. وآخره عتق من النار. نعم. والرحمة كثير. نعم. يعني كل ما يتنعم به الإنسان في حياته هو يسمى رحمة. ورحمة أصل خير. أكيد. خير يعني. نعم. وفعلا الخير كثير، ولكن يكثر في رمضان. يعني ممكن تفسر الرحمة اللي هو البركة. يعني تجد أنه في البيوت قد تكون الطعام والشراب يعني متوفر ساعة، لكن في رمضان بيكون يكون أكثر. تجد أنه اللي عنده بيفطر يعني فطور تام، والما عنده كذلك. في كثير من الناس بيكونوا خايفين وفي هلع، وإنه كيف نستقبل الشهر ده، وما عندنا قروش وما عندنا أي حاجة. نعم والله. لكن دائما بنسى إنه الحديث إنه قال في أوله رحمة. يا سلام. وفعلا يعني هنا عندنا بالذات الشعب السوداني، أنا لا أدري الدول الأخرى، يعني في رمضان بيهتموا بأشياء كثير جدا. واحد يهتم أن يوفر السكر، يوفر المشروبات والمأكولات، يعني إنه كده شيء لازم. ولكن هو صلى الله عليه وسلم وضح ذلك، يعني ما الناس يعني أسوا إذا رجعوا لحياة الصحابة ما كان بيتعبوا كثير. أصلا ما بيهتموا بالموضوع الحياة دي، إنما كان بيهتموا بعباداتهم خلال شهر. بالضبط كده. كان الصحابة رضوان الله عليهم السلف الصالح كان واحد يهتم كيف يقيم رمضان، ويقوم يعني يقيم الليل، وكيف يصوم، وكيف يعدي. لكن الآن نهتم بالطعام والشراب، يعني مشكلة. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو يعني جل جلاله تكفل لنا بالطعام والشراب، قالوا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. انتهى. يعني شوف الإنسان أصلا لا يهتم برزقه، وإن الله سبحانه وتعالى يعني كتب له رزقه في بطن أمه قبل أن يولد. نعم. يعني حتى عندنا فلاسفة الفقهاء يقول لك الإنسان طلع بملفه من بطن أمه جاهز. ملف جاهز يعني. ملف جاهز يعني. نعم. خلاص. لذلك مش حاجة إيمانيات يعني. أكيد. فأكيد لا شك أنه أول رمضان ده رحمة، يعني لا شك. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. شيخنا العلامة في خلال هذه الحلقة، نعم، أدينا كلمة أخيرة نختم بها حلقتنا هذه.
والله هي أشكركم يا شباب، لأنه ده نوع من يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ربنا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال من المسلمين. نعم. يعني الدعوة اللي هو نشر الإسلام، والنشر ده يعني مش فقط عبر المنابر أو بالحلقات، لا وسائل كثيرة جدا. نعم. لذاته نوع من نشر الدين، يعني المصور بكون ساعد في نشر الدين، المخرج بكون ساعد في نشر الدين. يعني كل القناة والناس اللي شغالين في عبر القناة بكون، وحتى الزول ادانا مفتاح المسجد. أيوة. بكون هكذا الزول اشترى كراسي لأن المجلس. نعم. بكون ساعد في نشر الدين. نعم. لذلك نقول لكم يعني أنتم كقناة نفحة الريان. نفحة الريان. نعم. إذا ربنا يجزيكم خير. وكذلك نقول لإخواننا المشاهدين، أنتم الآن يعني على أبواب رمضان. نعم. يعني اهتموا برمضان. نعم. وأكثروا الدعاء في رمضان والاستغفار في رمضان، وأسأل الله يعني أن يبعدنا من النار في رمضان والعياذ بالله. استعيذوا يعني في رمضان من هذا النار والعياذ بالله وحرها. بارك الله فيك. إن شاء الله. شكرا جزيلا لشيخنا العلامة مصطفى مختار محمد. بارك الله. وأيضا شكرا جزيلا للمشاهدين في كل مكان. نعم. وأيضا شكرا جزيلا للأخ الجميل سيف الدين المصور. نعم. وعلى أمل أن نلتقي في حلقات أخرى، موعودين جدا إن شاء الله خلال هذا الشهر الفضيل مع شيخنا العلامة مصطفى مختار، أن نلتقي به في حلقات عدة خلال هذا الشهر الجديد. تقبلوا عاطر تحياتي ومحبتي فوزي بابكر.